السلام عليكم ومرحبا بالجميع في الحلقة الثالثة من سلسلة إبداع على الصح. راح نحكيو فيها كما على بالكم على كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. راح نفوتوا في الحلقة بثلاث عناوين وليس كلها متعلقة بطريقة مباشرة ببيع المنتج. عندنا تفاصيل أولا لازمنا نناقشوها بطريقة ملخصة بنقدر نروحوا للمرحلة اللي راح نحكيو فيها على كيفية التسويق للمنتج تاعك. وكما ديما نقول راك ما تقدرش تتبع معنا مليح الحلقة اذا ما تفرجش الحلقات السابقة، سما نطلب منك انك تتفرجهم باش تقدر تتبع معي الحلقة حاليا. وهاي نبداو على بركة الله. عنواننا الاول اللي حنناقشوه في حلقة اليوم واللي هو باه نبيع بالموقع او بالميساج. يوصلوني بزاف الاستفسارات حول هذا الموضوع، هل نبيع عن طريق الموقع او نبيع عن طريق الرسائل، وهل يفرق الاختيار في النتائج اللي حنتحصل عليها مستقبلا؟ وانا جيت هنايا باه نوضح لك الامور. المعيار الوحيد اللي على اساسه على باز نختاروا الموقع او الرسائل بطبيعه الحال مادام حنايا نخدموا بسيستم سي او دي واللي هو كاش اون ديليفري واللي هو الدفع عند الاستلام، المعيار الوحيد اللي يحدد لنا هو سهولة فهم المنتج. واش نقصدوا بهذا الشيء؟ معناتها كيكون عندنا منتج سهل للفهم راح جينيرالمون نخيروا الموقع الالكتروني، وهذا لصعوبة التعامل مع الانسان الجزائري. درك حاليا انا قاعد نهضر لك في لا فيزيون تاعي، ومش بشرط جميع واحد راه يخمم بالطريقه اللي راني نخمم بها انايا، ولكن انايا ابري تعاملي الكبير مع الانسان الجزائري فهمت باللي هذه هي اللي تفرق معاه في حكايه الموقع ولا الرسائل. انسان جزائري باللغه الدارجه راه موسوس، وانت كي تستخدم الموقع راح تروح للزبون تاعك المحتمل هذاك الامكانيه انه يتواصل معك ويستفسر اكثر عن المنتج تاعك. وهاد الحاجه حتخليه اذا كاين اي خطا ولا اي نقص في الموقع تاعك راح يتردد ويعاود يرجع ادراجه وما يشريش عليك. عليها لازم المنتج تاعك تكون من جهه كاتب عليه كلش، ومن جهه ما كاين حتى سؤال يقدر يطرحه الانسان على المنتج تاعك تالمو سهل للفهم. والعكس بالنسبه لي ميساج يساعد الانسان باه يستفسر الاز. كما قلنا سابقا باللي الانسان الجزائري القدره الشرائيه تاعو راهي نقصت، وهاد الحاجه راهي تاثرت على قرارات الشراء تاعو، ولا بطريقه ما اكثر حكمه في قرارات الشراء تاعو. معناتها مره هذيك اللي يجي يجبد منها الصوارد من جيبو راه يحسب قداه الحساب، وماذا به يعرف المنتج اللي حيشريه باه يتاكد باللي راح يدفع في المكان الصحيح. وعلى هذه لي ميساج بزاف فعالين في التعامل مع الانسان في الجزائر. ولكن استعمال الموقع ثاني راهو يتطور بشكل كبير. الانسان الجزائري حاليا راهو قاعد يعتاد على الشراء عبر المواقع. يعني كي تكون باغ اكزومبل داير اعلان تاعي في الفيسبوك وقاعد تدي فيه الموقع مثلا، راه بدا يوالف على الفكره هذه. سما كيما قلنا اذا كان المنتج تاعك سهل للفهم استخدم الموقع. اذا كان المنتج تاعك فيه الهضره بزاف ويطرح قداه التساؤل في دماغ الانسان، ننصحك انك تستخدم لي ميساج احسن. ولكن هذا الامر مش ديما. اذا انت باغ اكزومبل راك قاعد تخدم على علامتك التجاريه او مشروعك الخاص، معناتها مش كل مره منتج معين، دير في بالك باللي راح البداية فقط تكون عن طريق الرسائل، ولكن من بعد كي تعرفوا مليح على المنتج تاعك تولي ما كانش استفسارات يقدموها الناس، راح تولي تخدم عن طريق الموقع الاس. لانه اخوتي الموقع بطبيعة الحال راهو يسهل بزاف الامور، يسهلها على الكليون يسهلها عليك، لانه الكليون يولي يختصر هذيك الطريق تاع انه قداه البري وبقداه التوصيل وين بلاصه وكذا. الموقع راح يعطيله تفاصيل هذه كامله بلا ما يشقى يحكي ولا يكسر راسو يتلاقط. وهذه الحاجه راح تربحك راحتك انت ثاني. راح تلقى بلي الطلبات يدخلوا لك بشكل اوتوماتيكي ومنظمين بالطريقه اللي راك حابها انت. تقدر تبدا عن طريق لي ميساج سيتو اذا كنت راح تخدم عن طريق الاعلانات المموله، ولا عن طريق الاورغانيك ماركتينغ اللي حنحكيو عليه من بعد، لانه هذه الحاجه حتعاونك بزاف باه تعرف الانسان اللي حتتعامل معاه نتايا وطريقه تفكيره. بهذه الطريقه راح تعرف اللغه اللي يحكي بها والطريقه التسويقيه الامثل اللي تقدر تتعامل بها معه. كما قلنا رانا في سلسله نظريه ونحن نحكيو على كل ما هو نظري فقط، ماناش حنطبقوا حنا حاليا، ولكن انا حنوعدك باذن الله انه راح نجربوا نبيعوا عن طريق الرسائل ونبيعوا عن طريق الموقع بنفس المنتج ونشوفوا شكون يجيب لنا نتائج افضل. دركا كي نجيو نخمو بطريقه منطقيه راح نلقاو باللي اغلبيه العباد اللي ممكن قاعدين يتفرجوا فيا ولا ممكن قاعدين يخموا في يدخلوا في التجاره الالكترونيه، راح نلقاوهم باللي حابين يدخلوا عن طريق منتجات متوفره حاليا. وش معناتها متوفره حاليا؟ معناتها راهي عليها بزاف المنافسه. درك انت باه تدخل في نص المنافسه وحاب تبيع، راك لازمك دير حاجه واللي هي انك تقدم افضل عرض
للزبون المحتمل تاعك. باش دير هذه الحاجه لازمك دير خطوة دراسة المنافسين، وهذا هو العنوان الثاني راح نحكيو عليه في الحلقة تاع اليوم. الزبون جينيرالمون مش حيخير الانسان اللي حيشري عليه بناء على جماله، الزبون راح يخير الانسان اللي حيشري عليه بناء على جمال العرض تاعو والقوة تاعو. هو ماذا به يربح، ما يهموش فيك نتايا، ويهمو ليسونسيال الفايده اللي حيديها من العرض اللي قاعد تقدم فيه نتايا. لذا كي تجي تخير نتايا انك تبيع ولا تخدم في مجال فيه المنافسه، اول حاجه لازمك ديرها هي انك دير عرض غير قابل للمقاومه باش تبان في نص المنافسين، سينو حتبان كيفهم نتايا. والزبون بطبيعه الحال لكن لقى العروض كامل متوافقه راح يروح عند الانسان هذاك اللي موالف يخدم معاه. نتايا باش توصل انك دير عرض تقدر تبيع به في نص المنافسه، لازمك دير الخطوات التاليه. الخطوه الاولى واللي هي تحديد المنافسين وتصنيفهم. تحديد المنافسين راهي واضحه، معناتها نعرفوا المنافسين اللي راح يبيعوا في نفس السوق اللي قاعدين يبيعوا فيها. بطبيعه الحال اخوتي مش معناتها انت دركا راح تدرس المنافسين تاعك اللي كاين في الجزائر كامل، راح تبدا بالمنافسين ليك اللي في ولايتك، داكور. وكل ما تبدا تكبر كل ما تزيد المنافسين راح تدخلهم في الحساب، ولكن المنافسين الاكثر نجاحا مهما يكونوا بعاد عليك يمكن ياثروا على النتائج تاعك وتقدر تتعلم منهم الكثير. ولذا كي يكون واحد بارز في مجال معين تقدر تدي منه بزاف افكار وتقدر تتعلم من البيزنس تاعو باش تحسن وتطور البيزنس تاعك والاوفرز تاعك. دونك نحدوا المنافسين تاعنا ونصنفوهم الى صنفين: مباشر وغير مباشر. المنافسين المباشرين هما المنافسين اللي قاعدين يخدموا في نفس المجال تاعنا ويقدموا في نفس الخدمه تاعنا. انا هنا ريستورون اون فاس لي ريستورون، زوج نبيعوا فاست فود. ولكن المنافس غير مباشر هو المنافس هذاك اللي يقدم حلول مختلفه لنفس المشكل. مثلا انا ريستورون هنايا اون فاس لي ريستورون، انا نبيع المأكولات السريعه وهو يبيع المأكولات الصحيه. في زوج نحلوا مشكل الجوع ولكن بحلول مختلفه. النقطه الثانيه هي تحليل نقاط القوه، الضعف، التهديد والفرص تاع المنافسين تاعنا. دركا حنايا واش علينا نديرو؟ علينا انه نعرفوا نقاط القوه والضعف تاعهم، لانهم هما راح يبينوا لنا التهديدات والفرص. انت تعرف نقاط ضعف منافسيك، هذه راهي فرصه ليك انت باش تكون افضل منه. وكي تعرف نقاط القوه المنافسين تاعك بالطريقه هذيك راك عرفت التهديدات اللي حتواجهك انت بطبيعه الحال مادامك حتخدم في هذا المجال. الخطوه الثالثه هي دراسه عروضهم. عناصر المزيج التسويقي 4 بيز، معناتها لي 4 بي: برودكت، بروموشن، بليس، برايس. بدايه لازمنا نفهموا طريقه التسعير تاعهم، اسكو يسعروا بناء على الكميه ولا القيمه والجوده، باش تعرف نتايا اذا عندك ثغره تنافس من خلالها. ثانيا برودكت، قوموا بتحليل الجوده، الميزات، طريقه التغليف، تجربه الزبون اتجاه يا لي برودوي قاعدين يخدموا فيهم يا لي زوفر. ثالثا بليس، اللي نقصدوا بها التوزيع، كيفاش المنافس تاعي هذا قاعد يوصل للزبون، اسكو عن طريق محلات حقيقيه في ارض الواقع ولا عن طريق متاجر وصفحات الكترونيه. واخيرا راح نحكيو على البروموشن واللي نقصدوا بها التسويق والمبيعات. واش هما القنوات الناجحه تاعهم؟ وهنا رانا نقصدوا بها زوج حوايج: واش لي بلاتفورم اللي لقاو فيها الجمهور تاعهم، يعني اسكو تيك توك، انستغرام ولا فيسبوك مثلا. والحاجه الثانيه هي كيف قاعدين يوصلوا للزبائن تاعهم، هل عن طريق اعلانات مموله او التسويق بالمحتوى او عن طريق مثلا المؤثرين. دركا ابري ما درنا 3 خطوات هادو كامل نوصلوا للخطوه الرابعه واللي هي تحليل واستخراج النتائج. في الخطوه هذه حنكتبوا مقال مفصل نجمعوا فيه المعلومات كامله اللي لميناها من خلال الخطوات اللي درناها سابقا، واللي حيكون طريق لينا باه نخرجوا بالنتائج تاعنا اللي حتعاوننا باه نوصلوا لافضل عرض نقدروا ننافسوا به ونقدروا نجذبوا به الزبون لينا. ببساطة التسويق هو فن إيصال القيمة اللي عندك للناس اللي تحتاجها. هو مش مجرد إعلان، بل هو طريقة تفهم بها جمهورك بشكل أفضل، تعرف وش يحب وش يخاف وعلاش راه يحوس، وبعدها تقدم له المنتج تاعك ولا الخدمه تاعك بالطريقه اللي تخليه يقول هذا اكزاكتومون على واش كنت نحوس. وحنا في التجاره الالكترونيه جينيرالمون حنستخدموا حاجه اسمها ديجيتال ماركتينغ، واللي هو كل الطرق اللي تستخدم فيها الانترنت باش توصل منتجك او خدمتك للناس اللي تحتاجها. وهو جينيرالمون ما تحتاج فيه انك تكون خبير، تحتاج تعرف زوج حوايج برك. دونك شي زوج هادو عندنا اورغانيك ماركتينغ وبيد ماركتينغ. واش نقصدوا بالاورغانيك ماركتينغ؟ اولا هو ببساطه كل انواع التسويق اللي ديرها نتايا بدون انك تدفع عليها اموال. بيد ماركتينغ هو التسويق اللي تستعمل فيه الاموال، واكثر حاجه نستعملوها هنا في الاورغانيك ماركتينغ مثلا هو التسويق بالمحتوى. تصنع بالمنتج تاعك محتوى تنشره على السوشيال ميديا، دير فيديوهات تحكي فيه مع البرودوي تاعك،
تحكي كيف يتصنع، تحكي على الخواص المزايا تاعو، تحكي على طريقه الاستعمال تاعو، دير انبوكسين ليه، دير فيديوهات يو جي سي. في الماركتينغ راح نستعملوا الاعلانات المموله. الاعلانات هذه تقدر تكون على منصه فيسبوك جينيرالمون، تقدر ثاني تكون على منصات اخرى من مثل تيك توك. افضل طريقه تاع التسويق هي انه تجمع بين الاثنين. دير اعلانات مموله على روحك، لكن الصفحه تاعك لازم تكون مشبعه بالمحتوى على المنتج تاعك، لانه هذه حتكسبك ثقه مع الجمهور اللي راح يشري عليك. لانه الانسان ايماجيني يطلع له الاعلان تاعك، يدخل للصفحه تاعك يلقاك بلي ماك حاط حتى بيبليكاسيون، واش راح يصرى له اول انطباع؟ انه يخاف ويفقد الثقه اتجاهك، يقول بلي الانسان هذا احتمال كبير يا حيسرقني يا المنتج تاعو ما يستاهلش. في هذيك اللحظه باينه بلي مش حيشري عليك. لذا استعمل على روحك الاعلانات المموله، بصح لازم الصفحه تاعك تكون مشبعه بالمحتوى على المنتج تاعك وبالاورغانيك ماركتينغ. ما تغفلش عليه وما تشوفوش باللي الطريقه غير فعاله، باسكو هذيك هي الطريقه الوحيده تاعك باه تبني الثقه مع الانسان المحتمل اللي راح يشري عليك. دركا خلينا من الامارات النظريه ونروح نهضر لك من الاخر واش لازم كدير كي توصل لعمليه البيع. دركا نفترضوا انك درت كلش، المنتج سي بون ولا بين يديك، بقالك غير انك توصلوا للجمهور تاعك. دركا بالنسبه للعباد اللي ما عندهمش ميزانيه الاعلانات، راح نقول لك باللي راك عندك فرصه مليحه ثاني عن طريق اورغانيك ماركتينغ، خاصه التسويق بالمحتوى، لانه درك رانا في عصر الريلز، خاصه عن طريق المنصات مثل تيك توك وانستغرام. خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي في الوقت تاعنا حاليا راهي خلات الانسان انه يقدر يوصل للعباد ما يكونوش متابعين ولا الصفحه تاعو، وهذا هو لافونتاج تاعك. انت كنت تتعلم انت تصنع المحتوى بالطريقه الصحيحه، راح تقدر توصل للعباد بزاف، ومن العباد بزاف هذوك اللي حتوصل لهم نتايا راه يقدر يكون عشرات من هذوك العباد داخلين في الفئه تاع الجمهور اللي راح تتعامل معه نتايا، وبالطريقه هذه راح يشريو عليك بطبيعه الحال. هذه الحاجه الاولى، راح تستعمل التسويق بالمحتوى. الحاجه الثانيه راح تبيع عن طريق ماركت بليس، والحاجه الثالثه راح تبيع عن طريق لي جروب تاع الفيسبوك، بشرط لي جروب تاع الفيسبوك مش اي جروب عشوائي تبارطاجي فيه انت، بارطاجي غير في لي جروب اللي داخلين في النيش تاعك. ما تحطش روحك عائق كي تشوف روحك ما عندكش ميزانيه التسويق. ماشي حنقول لك باللي بالطريقه المجانيه هذه حيجيوك المبيعات بسرعه، لا، لكن الاعلانات المموله هي شغل السرعه مقابل المال، يجيب لك مبيعات سريعه، يوصلك العباد بزاف ليه في المقابل انت تدفع له. ما تعطيش الموضوع هذا اهميه كبيره لدرجه انها تنسيك في فكره انه المنتج هو اللي حيبيع روحه، تنسيك في الفكره انه الاعلانات هذو المموله راهم جيست يبوستيو لك خدمتك او منتجك او فكرتك، يوصلوها لك العباد من خارج نطاق العباد اللي مديرين لك ابوني فولو. ما تخايش بلي حنا يبيعوا لك، وهذه الحاجه ديما نعاودها. دركا كي نجيو نحكيو على الاعلانات المموله بطبيعه الحال مانيش حنقدر نحكي لك على المجال انا هذا بطريقه شفويه، ولكن راني خممتك وراني مداير دوره خاصه بالاعلانات المموله على منصه فيسبوك. رابط الدوره راح تلقاه في وصف القناه، راني حاط فيه كل ما تحتاجه باش تبدا رحلتك في الاعلانات المموله على منصه فيسبوك، وهي جينيرالمون المنصه هذيك اللي راح تبدا بها واللي يجيب افضل النتائج واللي يصرى فيها اكبر كميه من المبيعات. وبهذا خوتي بدون اطاله نوصلوا لنهايه الحلقه تاعنا. كانت حلقه خفيفه ظريفه، حكينا فيها على بعض التفاصيل، حكينا فيها على معلومات بالطبع حتكون سطحيه، وباذن الله حنزيدوا نتعمقوا في الامور في السلسله القادمه اللي حتكون سلسله خاصه بالامور التطبيقيه، وراح تشوف بعينك كيف الامور تمشي باه ما تكون عندك المعلومات يزيد يتكسر لك حاجز الخوف هذاك اللي ديما يمنعك من انك تجرب. نلتقيو في الحلقه القادمه باذن الله اللي راح نحكيو فيها على اداره الطلبات وخدمه الزبائن، واللي هي مرحله ما بعد البيع. في امان الله.